السلام عليكم اخواني اصدقائي حبايبي. بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا وبسبب الاسئله الكثيره اللي سالوني بها اصدقاء مقربين وحول بعض المطهرات والمعقمات اللي تقينا ان شاء الله من فيروس كورونا. اول شيء خلينا نحكي على فيروس كورونا شويه. هو فيروس كورونا هو مو فيروس واحد بالحقيقه، هي سلسله أو مجموعة فيروسات تسمى فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية. بالنسبة للفيروس هذا اللي حاليا اللي شاغل العالم هو كورونا فيروس، هو الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس ديزيز 19 اللي يمكن نشوف عمل مشاكل كثيرة في كل العالم، ويمكن خلى كوكبنا كلوزد، وهذه هي مشكلة حقيقية. لذلك حبيت انه ان شاء الله اوضح بعض الامور او الملابسات اللي الناس شوية يمكن ما داركتها او ما واصلة لبعض الناس معلومة عنها، وهي المطهرات والمعقمات عموما موجودة في السوق، واي منهن نستخدم وكيف نستخدمه. ديتول، كحول، قاصر، خال، كثير من الاسماء الموجوده في السوق واللي نشوف الصيدليات والاسواق عجت بيها وسعرها صعد. الحقيقه حبيت ان شاء الله بهذا الفيديو البسيط القصير انه اوضح شوي معلومات عن هذه المعقمات والمطهرات، وان شاء الله تكون مفيده، معلومات مفيده للجميع، وربي يسلم كل الشعوب ان شاء الله. طيب اخواني، احنا تكلمنا عن الفيروسات والبكتيريا، وهذه اغلب المطهرات الموجوده هي في السوق. يعني الاسئله الكثيره اللي جتني انه اي مطهر، اي معقم نقدر نستخدمه ضد الفيروسات، فهذه هي اغلب اللي موجود في السوق. عموما منظمه الصحه العالميه شخصت ثلاث طرق للوقايه من الفيروس، وهي أولا الغسل بالماء والصابون. هذا الماء والصابون الغسل بها لمدة 20 ثانية، ولا يقل عن هاي الفترة اللي هي 20 ثانية. الطريقة الثانية أو الواقي الثاني وهو الكحول، كحول الإيثانول، هذا بنسبة 70%، هذا وليس 91%، 70%. هذا هو طريقة الوقاية الثانية. ثلاثة هو القاصر أو المبيض، هذا الكلور مبيض، وهو يحتوي على مادة هايبوكلورات الصوديوم بنسبة من 50 إلى 70%، وهذا أفضل يمكن أفضل وسيلة وقاية ودفاع ممكن تستخدمها ضد الفيروسات. طيب، الموجود في السوق أيضا الناس تسأل عن الخل، الديتول، المعقمات الأخرى. والله ليش أنا أكو ناس يقول أخلط هذا الديتول ويا الخال، وناس تقول ما اعرف شنو، يعني هم يحبون مهم بس يخلطون، بس موضوع خلط، هو ما يحتاج الكيمياء العاليه كلش. لا يجوز خلط الديتول بالخال، ولا اي خلط ماكو بالموضوع، وانما هذه هي المطهرات المعقمات العامه. طيب، الان هذه تصنف هذه المطهرات والمعقمات الى صنفين، وهو جرثومي، بكتيري، وفيروسي. الفيروس غير البكتيريا مثل ما تكلمنا. بالنسبة للديتول والخل، هذه تعتبر مطهرات ضد البكتيريا وليست الفيروسات، لذلك هذه ما تستخدم، ما بها أي فائدة ضد الفيروسات. يعني لا الديتول ولا الخل، والسوق وسعره صاعد بالصيدليات، وسعره صاعد بالأسواق الغذائية وغيرها. كذلك الخال، هذه المواد ما تستخدم الفيروسات، وإنما هي فقط بكتيرية، لذلك هذه أصلا ما تستخدم ويجب استبعادها، لذلك هاي تطلع أوت. طيب، نيجي على هذول الثلاثة اللي هم أفضل ما أوصت به منظمة الصحة العالمية. الماء والصابون علميا مثل ما قلنا انه الفيروسات تلتصق بالايدين بالوجه، لذلك هذه ممكن تستخدم الماء والصابون، ومثل ما قلنا لا يقل عن 20 ثانية حتى تحافظ على انه قتلت جميع الفيروسات الموجودة.
طبعا من ضمن الفيروسات هو الفيروسات جميع فيروسات كورونا، ومن ضمنها هذا الكوفيد 19 او الكورونا فيروس ديزيز 19. هذا بالنسبه الى الماء والصابون. الشيء الثاني او المطهر الثاني او المعقم الثاني هو الكحول، هذا الايثانول. هذا الكحول الموجود بالصيدليات صنفين، طبعا حسب تركيز الايثانول اللي موجود فيه. يعني هذا مثلا هنا 70%، هذا 70% نسبة الايثانول موجودة به. هذا ممكن استخدامه ايضا لتعقيم الايدين، تطهير الايدين. و اما ال 91% الايثانول، نسبة الايثانول اللي به 91%، فهذا لا يجوز، لانه هذا بالحقيقة يسوي جفاف في الايدين والجلد وتقرحات، لذلك يجب تخفيفه. ومو صحيح انه البعض يخفف كحول ايثانول ال 91 يخفف بالماء، هذا خطأ، وانما هو يخفف بالجليسرين. وان شاء الله اذا اجتني اسئله بهذا الموضوع نعلمكم كيفيه تخفيف الكحول 91 بالجليسرين. لذلك هذا ايضا الطريقه الثانيه لمواجهه فيروس كورونا. طيب الآن نجي إلى الأقوى ما موجود، وهو ما يسمى بالكلور أو مبيض الملابس. هذا مبيض السائل، وهو يحتوي على هايبوكلورات الصوديوم مثل ما قلنا بنسبة من 50 إلى 70%. قوي جدا ضد الفيروسات، بكتيريا، أي شيء. طيب هذا كيف استخدامه؟ البعض يسأل يقول شلون أنا أخليه شلون خمور؟ هذا طبعا يستخدم لتطهير الأسطح. يعني الأرضيات، باب، ميز، أي شيء أنت ممكن تلمسه ممكن تطهره بهذا الهايبوكلورات الصوديوم. عملية الخلط هو سهلة وموضوع يمكن الكل مطلع عليها، ومنشورة على الفيس ومنشورة مواقع كثيرة تكلمت عن الموضوع. هو ممكن تستخدم 1 إلى 9، يعني ممكن جلاس من هذا القاصر، جلاس 1، قدح 1 مقابل 9 أقداح من الماء تخلطها. قدح 1 من هذا القاصر مقابل 9 أقداح من الماء تخلطها، وتحصل على مطهر جيد جدا ضد جميع الفيروسات، ومن ضمنها الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس. طيب أما الكحول ما يستخدم للأسطح والأرضيات، وإنما هذا للأيدي وملابسك ممكن أيضا تطهرها بهذا المطهر. هذه اخواني كل اللي حاولت انه اوضحه حول هذه المطهرات والمعقمات الموجوده في السوق، واللي يختلف الموضوع على كثير من الاخوان وسالوني عنه عده اسئله، يعني شنو ومنو، فهذا يعني شرح وافي ان شاء الله لاستخداماتها. ومثل ما قلنا بالنسبه للديتول، الخال، معقم اليدين، هذا الموجود بالصيدليات، هذا بالحقيقة كلها هي بكتيرية وليست فيروسية، ما لها أي دور وما لها تأثير على الفيروسات. لذلك لا تكلفون نفسكم بكلف مادية فائضة وزايدة وما يحتاج، وهي صعد سوقها بالأسواق وما لها داعي. هي أصلا هذه بكتيرية وليست فيروسية، لذلك لا تستخدموها. وإنما هذه هي 3 الطرق اللي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وهاي المواد الأفضل موجودة في السوق. هذه وشكرا، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع ولكل شعوب العالم. شكرا.